من كتر ما البنزين غلي بقيت بخاف أشغل العربية حتى في الحلم. بس الموقف اللي حصل لي النهاردة في البنزينو لازم تسمعه للآخر. بص يا سيدي، واحده من المتابعات كانت بتحكي لي إن أختها الصغيرة بتموت فيها. تنمر، بتقول: نمت وأنا لابسة النضارة، صحيت الصبح أختي بتقول لي: يا رب تكوني شفتي الحلم بوضوح بقى. قلت لها: انت دي مش أختك، دي شيطان متجسد في صورة طفلة بريئة. بس نرجع بقى للموقف بتاعي. كنت رايح مشوار صغير كده والعربية فاضية تقريبا، فدخلت البنزينة وقلت للعامل: عبي ب 200 جنيه بنزين. بصلي بابتسامة فيها شفقة وقال لي: تمام يا باشا، بس خليك ماشي جنب البنزينو عشان لو عطشت العربية تعرف تزقها بسهولة. من ساعتها والله وأنا سايب العربية في الجراج وراكب ميكروباص، وقلبي بيقول لي كل ما البنزين يغلى كمان شوية: اشتري عجلة وريح نفسك. لو ضحكت من القصة دي اعمل لايك واكتب في الكومنت أكتر موقف غريب حصلك في البنزينو، واعملي فولو عشان تفوتش باقي القصص المجنونة الجاية.